لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة موضوعنا عن العربيات، بصور لكم من العربية اهو. هيكون الموضوع عن زيوت الفتايس الاوتوماتيك، انواع الفتايس الاوتوماتيك والزيوت اللي بتستخدم ليها. ويا رب ان شاء الله الموضوع يعجبكم. اول حاجة هنتكلم عن الفتيس اللي هو الاوتوماتيك العادي الصريح الاربع سرعات بتاع زمان، اللي هو كان فيه الدي والاس والار والال. الفتيس ده فتيس اعتمادي جدا، سهل جدا، صيانته سهله وسلسه، موجود في العربيات من زمان، او يمكن من الثمانينات وهو موجود في العربيات. الفتيس ده حتى الزيت اللي بياخده رخيص، وصيانته سهله، بتغير الزيت بتاعه والفلتر بتاعه بكل سهوله، بتفك الكارتيره بتاعته وبينزل كميه الزيت كلها، وبتغير الفلتر بتاعه بكل سهوله. وبياخد نوعيات زيت اللي هو المواصفة اسمها اس بي 3، اللي هو او في موبل تقريبا اسمها اكس بي 3. ده بس هي المواصفة نفسها بتاعته اللي بتبقى موجودة في كتالوجه الاس بي 3. دي اللي هو اللي موجود منها بقى في موبل وفي شيل وفي انواع بقى كتير قوي. بس دايما الناس بتروح للزيت بتاع موبل في الموضوع ده، في ده بالذات، وفي الفتايس اللي هي المانيوال. الزيت بتاع موبل بيبقى كويس معاهم والناس ما بتشتكيش منه. بس في ناس بقى تيجي تقول لك انا معايا الفتيس الاربع سرعات الستبترونيك عايز احط له موبل. لا طبعا ما ينفعش، ما ينفعش. نخش بقى على الفتيس الاربع سرعات. اما الدنيا اتطورت شويه بدا ينزل الفتايس الاستبترونيك الاربع سرعات، يمكن نزلت من اول 2008. كانت موجوده، اللي هي زي اللي كانت بينزل في السيراتو اللي هي الشكل اللي قبل الكي 2 اللي قبلها، اللي هي الجولد، سيراتو الجولد، كان بينزل فيها الفتيس الاربع سرعات الاستبترونيك. وبعد كده بقى ينزل في السيراتو الكي 2 اللي هي الشكل 2010. الفتيس ده برضو صيانته سهله، وهو فتيس عملي وسلس وملوش اعطال. هو وصيانته بتبقى كالاتي، يعني بتفك برضو كارتيرة الزيت وبينزل الزيت كله، والفلتر بتاعه فوق الكارتيرة، بتفك الفلتر وبيتغير ومش بيتنضف، لازم يتغير. وبياخد كمية الزيت كلها اللي هي حوالي 6.5 كيلو او 7 كيلو تقريبا. وبياخد مواصفة ATF SB3. وانا بنصح دايما من الاوريجينال بتاع العربيه، اللي هو الزيت الاصلي بتاع العربيه، اللي هو بتاع هيونداي، اللي بيبقى في العلبه الزرقاء بتاعت هيونداي ATF SB3. دي المواصفه بتاعته. ولو جبته بقى من اي نوع تاني مفيش مشكله، بس يبقى بنفس المواصفه ATF SB3. بس الافضل طبعا بتاع اللي هو الاصلي بتاعه اللي متوصي بيه في التوكيل في الكتالوج. غير كده في بقى بعد كده اما الدنيا اتطورت شويه اكتر، بقى الفتيس اللي هو الست سرعات الستبترونيك مانوال اوتوماتيك، برضو ستبترونيك، بس ده صيانته رخمه شويه. هو فتيس عملي برضو كويس واعطاله قليله، بس صيانته رخمه شويه لان هو يعني الفلتر بتاعه جوه الفتيس نفسه مش فوق الكارتيره، اما بنيجي نغيره ما بنفكش الكارتيره. ولان الفلتر ده عشان نغيره لازم نفك الفتيس كله، وده بيبوظ الفتيس، ده ما انصحش بيه طبعا يعني، الا لو انت لا قدر الله بتعمل صيانه للفتيس ولا حاجه، غير كده لا. فبيبقى طريقه تغييره كالاتي: ليه طبة تفضيه وطبة ملو. بيتفك طبة التفضيه وبيتفضل زيت وبيتساب لحد ما يصفي خالص، وبعد كده بنملاه من طبة الملو. بس اللي بينزل الكميه اللي هي نص الكميه بالظبط، يعني مش بينزلوا ال7 كيلو كلهم، بينزل حوالي 4 كيلو بس، فدول اللي بينزلوا ودول اللي بيتغيروا، بيتقاس اللي نزل وبيتحط قده جديد. وفي ناس بقى طبعا بس اللي بيبقى عنده امكانيه بيفضل يعني بيجيب كذا علبه زيت وبيبدا ينزل ويفضي ويملى، يفضي ويملى لحد ما يغير الكميه اللي جوه الفتيس كلها. بس ده بيبقى مكلف قوي الموضوع ده. فالاحسن او الافضل واللي حتى التوكيل بيعمله ان هم بيتغيروا ال4 لتر دول، ومع كذا تغييره خلاص الزيت كله بينضف. وهي دي اسلم طريقه تغيير للفتيس الست سرعات، او للزيت بتاع الفتيس الست سرعات.
وبعد كده بيحتاج ساعات بيحتاج يتكود، ساعات ما بيحتاجش يتكود، على طول بتغير الزيت، وبعد كده بتجرب النقلات كلها ورا بعضها وبتطلع بالعربيه مشوار، وخلاص بيبقى كده خلاص الزيت تمام التمام ومفيش اي مشاكل. بس كده. دي فكرة عامة عن الفتايس اللي هي أكتر فتايس دارجة دلوقتي في السوق، اللي هي الفتيس الأربع نازلين حتى في العربيات الصيني دلوقتي موجودين، وفي العربيات الياباني والكوري. بس الياباني يعني دلوقتي الأكتر بيستعملوا الفتيس السي في تي، اللي هو اللي مايل ناحية الاقتصادية في الاستهلاك، زي اللانسر الشارك وكده برضو موجود فيها السي في تي من مده طويله. يعني سي في تي اللي هو عدد لا محدود من النقلات، وده هنعمل له فيديو لوحده لان ده صيانته مختلفه وطريقه تكنيك التشغيل بتاعه مختلفه. وغير كده في بقى الفتايس بتاعت العربيات اللي هي زي الجيتا والباسات وعربيات اودي وكده، اللي هي الفتايس الدي اس جي السبع سرعات الدراي والويت. دي هنعمل لها فيديو برضو لوحدها لان دي برضو التقنيه مختلفه شويه وصيانتها مختلفه شويه. هنعمل لها فيديو تاني لوحدها. انما النهارده اتكلمنا على العربيات الدارجه في السوق كله، او الفتايس اللي موجوده في معظم العربيات اللي بنستعملها، الياباني والكوري بالذات. الفتايس الاربع سرعات والست سرعات الاستبترونيك، والفتيس الاوتوماتيك العادي اللي لسه لحد النهارده من كتر ما هو اعتمادي وسهل وما فيهوش مشاكل فبينزل في عربيات كتير لحد النهارده. في كام ملحوظة كده عايز اقولها لكم قبل ما نختم الفيديو. بالنسبة للفتايس اللي هي الاوتوماتيك طبعا اللي بتغير كمية الزيت كلها، ممكن تجيب يعني نفس المواصفة برضو بتاعت الكتالوج، ولكن من اي زيت او من اي نوع زيت بتثق فيه مفيش مشكلة. بس الافضل طبعا انك تجيبها من اللي هو النوع بتاع الوكيل بتاعك او بتاع نوع سيارتك يعني، وخاصة في الفتايس الحديثة يعني. بالنسبة للفتايس بقى اللي ما بتغيرش كمية الزيت كلها زي السيراتو والالنترا الام دي، ومعظم برضو الالنترا حتى الاي دي والعربيات الجديدة اللي بتغير بس نص الكمية، انا بنصح دايما انك تجيب نفس الزيت بتاع التوكيل اللي هو بتاع كيا او هيونداي، بنفس المواصفة اللي هي ATF SB IV اللي هو او 4 يعني. عشان انت ما بتكونش غيرت الكمية كلها، بتبقى غيرت نص الكمية بس، فبيتبقى نص كمية الزيت في الفتيس. فكده انت لو جبت من نوع تاني هتبقى خلطت نوعين مختلفين عن بعض حتى لو بنفس المواصفة، بس ممكن يكون في الزيت اللي هو اللي انت جايبه مثلا من ماركة تانية يكون عليه اضافات غير اللي موجودة في زيت التوكيل، فتعمل لخبطة وتلاقي بعد كده الفتيس فيه مشاكل لا قدر الله. فالافضل انك لما تيجي تغير بدري عن ميعاد التغيير اللي هو 80,000 كيلو في الفتايس 6 سرعات، عشان تحافظ على الفتيس طبعا، وتجيب المواصفة بتاعة الكتالوج، وفي نفس الوقت تجيبه من نفس النوع بتاع الوكيل نفسه. انما الفتايس القديمه اللي هي الاربع سرعات العاديه اللي كانت بتنزل في معظم العربيات زمان، دي عادي بتاخد حتى الفتيس اللي هو الاي تي اف بتاع موبل العادي ما فيهوش مشكله. وطبعا الافضل انك تجيب اللي هو الاصل بتاعه، بس بيكون مكلف شويه فما فيش مشكله اما تجيب ده، ما بيحصلش منه مشاكل. انما الفتيس بقى اللي هو السي في تي ده ليه معامله خاصه، ولازم تجيب نفس المواصفه بتاعه الكتالوج، وتجيب زيت الفتيس بتاع التوكيل بتاع عربيتك، وده افضل حاجه عشان تحافظ على الفتيس السي في تي بالاخص، زي بتاع الهوندا السيفيك وبتاع الشارك وبتاع وما نازل في كذا، والتويوتا الكورولا، كلهم فيهم فتايس سي في تي. يعني الافضل انك تجيب اللي هي المواصفه بتاعت الكتالوج والنوع بتاع التوكيل بتاع عربيتك، ده كده افضل حاجه عشان تحافظ على العمر الافتراضي بتاع الفتيس وما يحصلش فيه اي مشاكل. وبرضه بينصح يعني احنا عندنا في الدول العربية معظم ظروف التشغيل صعبة عشان الاجواء بتاعتنا حارة سواء في مصر او في الدول العربية، وعندنا تراب في الجو وكده، وبنقف ونمشي كتير بسبب الزحمة وكده، فدي كلها ظروف تشغيل صعبة هتلاقيها مكتوبة في كتالوجك. فظروف التشغيل الصعبة بتخليك ان انت لازم تغير قطع الغيار الاستهلاكية والزيوت والكلام ده بدري عن ميعاده، فيفضل في جميع الانواع انك تغير الزيت بدري عن ميعاده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تستفادوا منه ان شاء الله. ربنا يحفظكم وانتوا في عربياتكم وتحافظوا عليها وتحافظوا على نفسكم. ولو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا جزيلا ليكم يا جماعه.